لكن انت مازلت ما تعينتش وزير عدل، دوب ما اسمك ظهر كمرشح محتمل عملت مشكله يا ربي العمل عليك قبل ما تولي وزير مع نقابه القضاة. نقابه القضاة مش انا اللي عملت مشكله، هم اللي عملوا مشكله. انت صرحت معناها نقابه القضاة هذه مشكله. استنى الساعه، هي رئيسة النقابه ردت عليك قالت لك بحده، ردت عليك قالت لك يا اخي وزاره العدل تتطلب راجل رزين ويعرف كيفاش يصرح وكيفاش يتكلم، وانت تقول في كلام كذلام. شنو الظلام؟ كلام كذلام. اي شنو الكلام؟ عطاتش اللي قلته على نقابه القضاة. جيت ديريكت مازلت ما شديتش، قلت نقابه القضاة اش تعمل؟ يعني مو عندنا جمعيه. عندنا جمعيه طبعا. اي نعرف كان الجمعيه، ما نعرفش النقابه جات بعد ومعروف ان ظهور النقابه هذه فانا سياق جاء. أيوة. يعني انت يا ربي العمل عليك عملت مشكله قبل ما توصل للباب نتاع الوزير. ايوه مش مشكله ديجا موقفك من نقابه القضاة باش يعمل مشكله في القطاع. اذا المنخرطين في النقابه وانصار النقابه يتمردوا ولا يعملوا مش تمنع حق مشروع، حق قانوني هذا الحق النقابي. اي عبر على رايهم ما يسالش، مش قرار عادل اللي باش ديمقراطي. ماكش باش تستعرف من توا، ماكش باش تستعرف نقابه القضاة. هذا يا ربي العمل عليك. شو مستعرف بهم يعني؟ ماكش تستعرف بهم؟ لا مش مشكل. أما نعرف أنا نعرف الجمعية عندها ماضي نضالي، وهذيك كانت قبل 14 جانفي. وتعترف بالجمعية. طرحت مشكلة اجتماع استقلالية القضاء ووقفت وتحملوا المنتمين إليها، وثم ناس اللي شاركوا في الانقلاب عليها وبعد كونوا النقابة. واضح. به قبل ما نكملوا الحوار نتاعنا نخرجوا فاصل ثم نرجعوا للحوار نتاعنا.